اهلا بكم من جديد في فيديو جديد في قناه اخبار فريقك. في فيديو النهارده باذن الله تعالى هنتعرف مع بعض على الموعد والتوقيت وعلى القناه الناقله لمباراه نادي برشلونه واتلتيكو مدريد في بطوله الدوري الاسباني الممتاز. بس قبل ما نبدا كالعاده ما ننساش نصلي على سيدنا محمد، وطبعا لو اول مره تشاهدوني اتمنى من حضراتكم الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه لمتابعه جميع فيديوهاتنا القادمه بمشيئه الله تعالى. طبعا بعد مكسب نادي برشلونه امبارح في مباراة دور ال 32 من بطولة كأس ملك اسبانيا امام نادي انتر سيتي. مباراة طبعا انتهت بنتيجة 4-3. قدر نادي برشلونة انه يكسب المباراة بعجوبة بهدف في الدقيقة 104 عن طريق اللاعب انسو فاتي طبعا ليذهب الى مباراة نصف النهائي في بطولة كأس ملك اسبانيا لمواجهة نادي ريال بيتيس. اما طبعا المباراه القادمه في بطوله الدوري الاسباني للاسبوع ال16 سيواجه نادي برشلونه نظيره نادي اتلتيكو مدريد. طبعا برشلونه يدخل هذه المباراه وهو في ترتيب المركز الاول بفارق الاهداف عن نادي ريال مدريد الذي يقع في وصافه الجدول برصيد 38 نقطه لكل فريق وبنفس عدد المباريات. مباراه برشلونه واتلتيكو مدريد هتكون يوم الاحد الموافق 8/1/2023. المباراة طبعا هتنقل لحضراتكم عبر قناة بي ان سبورت 1، وهتلعب هذه المباراة على استاد مترو باوليتانو. المباراة هتكون الساعة 9 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 10 مساء بتوقيت مصر وليبيا وسوريا والسودان، 11 مساء بتوقيت السعودية والعراق وقطر. مباراة طبعا هتكون صعبة جدا لنادي برشلونة وعلى كل جمهور نادي برشلونة، وانا شخصيا بتوقع ان هذه المباراة برغم انها لسه في بداية الدوري ولكنها سوف تؤثر على من سيحصل على بطولة الدوري الاسباني لهذا الموسم. برشلونة طبعا لازم انه يكسب المباراة دي علشان طبعا يحافظ على الصدارة، لانه طبعا زي ما احنا عارفين ان ريال مدريد مش هيتخلى عن صدارة الجدول لهذا الموسم وعلى ان يحصل على بطولة الدوري الاسباني لموسم 2022-2023. وايضا نادي اتلتيكو مدريد يقع في ترتيب المركز الرابع برصيد طبعا 27 نقطة ولازم انه يكسب هذه المباراة. بكده طبعا يبقى تعرفنا على الموعد والتوقيت وعلى قناة الناقلة لهذه المباراة القادمة بين برشلونة واتلتيكو مدريد. طبعا لو عجبكم الفيديو النهارده ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وبكده يبقى نقول السلام عليكم.